ازاي تخلي الراجل ما يضمنش وجودك في حياته؟ اول حاجة، ما تخلوش يضمن احتياجك، ما يبقاش عارف ان انتي محتاجاله في ايا كان بقى الحاجة اللي بتاخديها منه، حاجة ماديا حاجة نفسيا، ما ينفعش يوصله ان انتي محتاجاها. تاني حاجة، ما تحكلوش دايما ان انتي ما عندكيش صحاب وان انتي حياتك فاضية وان هو محور الكون. تالت حاجة، ان انتي ما تحكيلوش عن مشاكل اهلك، وبقولها في كل الفيديوهات، ما ينفعش الراجل يعرف حاجة زي كده. لو حسستيه ان انتي الحياة خانقة مع اهلك والحياة صعبة، فدايما هشوف ان انتي محتاجاله علشان تطلعي من الحياة دي. رابع حاجة بقى، الاحتياج المادي منفر، مش بس في العلاقات دي، الاحتياج المادي منفر في اي علاقة. حتى لو انتي متجوزة، دايما حسسيه مش الفلوس هي رقم واحد عندك. وعلى فكرة، هو انتي مش تمثلي، انتي المفروض ده يبقى عندك كده، مينفعش يبقى عندك نقطة ضعف من احتياج معين. اعرف ان انتي اول ما احتاجتي حاجة معينة فهي كده ما بقتش حب. وجودك مع شخص احتياج ده مش حب، ده تعلق. الحب مش كده. تسول الاهتمام، لما بتعدي مرة واتنين ان حد يهتم بيكي وتالت مرة ما اهتمش وجيتي طلبتي الرابعة والخامسة، يبقى انتي كده بتتسولي الاهتمام. مش عارفة تعيشي من غيره، مش عارفة ان انتي حياتك تبقى مستمرة من غير الاهتمام ده. فوانس ان هو حس الحاجة دي، حس ان هو ضمنك. لما تكون حياتك فاضية، فراغ، كلها بتمثل ان انتي بتستقبلي اي حاجة هو بيعملها، مفيش حاجة خالص جاية من عندك انتي، يعني عندكيش جديد في حياتك فيها فراغ، ما عندكيش اي هدف. هو بيبان ان انتي عايشة عشان الحب وبس، وعايشة عشان العلاقة دي، ومن غيرها تموتي وتنهاري. لو عملتي حاجة خطيرة جدا، لو في مرة في خناقة عيطتي عشان يفضل معاكي وما يسيبكيش، كارثة. كارثة لو عملتي كده. لو عملتي كده فهو شكرا، انت كده مضيتي عقد ضمان مدى الحياة. هو كده عارف ان انت بتموتي فيه. الحياة مش تمثيليات، احنا مش بنمثل، ولكن احنا عايزين نبقى مكتفيين بنفسنا. لو احنا مكتفيين بنفسنا، كل الحاجات اللي انا بقولها دي هتبقى طبيعية اصلا، يعني هتبقي بتعمليها من غير ما انا اجي اقولها، هتبقي انت حساها اوريدي فبتعمليها. مش مخليها شيء اساسي، مخليها شيء من الحاجات الاساسيه اللي في حياتك. يعني هو اساسي مفيش مشكله، ولكن في حاجات اساسيه تاني جنبه. يعني هو ومعاه حاجه تانية ومعاه حاجه ثالثه ومعاه حاجه رابعه. فهو لو وصل له الاحساس ده، هيحس ان انتي عادي، الحياه هتكمل من غيره لو هو طلع. فدايما لو انتي بانيه حياه، فوقتها هو مش هيكون ضامنك. وانس ان انتي حياتك فاضيه، هو كده ضامن وجودك في حياته.